دكتور جمال العدل، احنا ممكن نعمل فيديوهات عادي زي الفيديو البايخ اللي عملوه لبن شرقي، دي شغلتنا. وعد القيعي، أشرف بن شرقي ضحى ب40 مليون جنيه عشان يجي الأهلي. وعمرو الدرديري، لو مش هدعم أهم لاعب في الزمالك وأفريقيا من غيره يستحق الدعم، خاص برعاية رجال أعمال زملكاوية. الزمالك يستهدف ضم رمضان صبحي بنهاية الموسم الحالي، وخالد الغندور. حمزة المسلوسي هيتعالج أحسن علاج، بس مشواره مع الزمالك انتهى وبنقول له شكرا، إصابته هتمنعه من التجديد. وجمال العدل، عبر قناة الزمالك بكرة هنعلن التعاقد مع لاعب أفريقي ولاعب مغربي وفاروق جعفر عبر برنامج لعبة والتانية. الزمالك يحتاج العمل على دفع مستحقات اللاعبين قبل التدعيم، فهناك 30 لاعبا لم يحصلوا على مستحقاتهم. بن شرقي، شرف إني لعبت للزمالك، جماهير الزمالك بتحبني، وشرف إني لعبت للزمالك وسأظل أشكرهم. وعفيفي، الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر وأفريقيا، وكذلك الأكثر جماهيرية، شاء من شاء وأبى من أبى. والأهلي تواصل مع وكيل أعمال مصطفى محمد لاستعارة اللاعب في مونديال الأندية، وقوبل بالرفض من قبل اللاعب ووالده وأحمد الخضري. في عضوين في النادي الأهلي دفعوا 2 مليون دولار لدعم النادي في الصفقات ومحدش يعرف عنهم حاجة. وميدو ومدحت العدل طالعين ياخدوا الشوق واللقطة مع اللاعبين في الملعب. ليه يعني تاخدوا الشوق؟ وأحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، نعم سيستمر زيزو مع الزمالك، لأن زيزو لديه اهتمام أن يكون من أساطير نادي الزمالك في المستقبل، وأمامه ما لا يقل عن 10 سنوات ويستطيع تحقيق فيهم أرقاما جديدة. ولكن الكرة أيضا فيها احتراف وفيها كل شيء.